قال والله ما بعد سكت، قالوا والله ما تسكن الا عندنا. عندهم غريفتين ومطبخ، يقول واجي عندهم ويقلطوني ويجيبوا لي اكل عشاء واتعشى وامرح عندهم. ويوم قمنا الصبح وكذلك يوم جاء الساعه 11 واطلع انا وياهم نروح لاحدى المعارض اللي معروفه في هاك البلد. المعرض عباره عن حوش كبير وفي مكتب، وراعي المعرض في المكتب ولا تدخل الا عن طريق المكتب. فحنا دخلنا ولهاك الالماني السمين جثل يقول يوم دخلت واشوف السيارات، يقول انا عندي خبره في السيارات ماني يعني، واشوف الموتر اللي انا ابيه هذا هو قدامي واروح له واركبه واشغله. لا والله الموتر اللي انا ابيه. هذول جو معي وقالوا ايش رايك؟ قلت والله انا جاهز الموتر. قالوا والله موقفه حلو ونظرته حلوه. شغلوه فتحوا الكبوت شافوا الماكينه، ولا والله قالوا هذا موتر اللي المفروض تشتريه. سالوا راعي المعرض قال هذا ب 40,000، منهم نزلهم